مرسيدس بتاعت الشيخ محمد متولي الشعراوي. اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي رجع يتصدر السوشيال ميديا، بس المرة دي مش بسبب تفسير ولا موقف ديني. القصة كلها بسبب عربيته. عربية الشيخ الشعراوي اتعرضت للبيع في معرض بالباجور في المنوفية، وده قلب الدنيا وخلى ناس كتير تدخل تسأل وتدور عليها. العربية مرسيدس موديل 1989 فئة SE 260، عربية نادرة جدا. عدد اللي دخل مصر منها ما يزيدش عن 10 عربيات بس. السعر المطلوب من 575 ل 600 ألف جنيه، وده عمل جدل كبير. في ناس شايفة إن المبلغ مبالغ فيه، وناس شايفة طبيعي لأنها عربية تاريخية. بس الجديد بقى في الموضوع والمفاجأة الحقيقية إن صاحب معرض سيارات في القاهرة قرر يشتري العربية بأي مبلغ يطلبه صاحبها، مش عشان يبيعها بسعر أعلى ولا علشان يستثمر فيها. الراجل قالها بصراحة: هشتري العربية وهديها هدية للمتحف المصري. كمان طلب من كل الناس وأصحاب المعارض اللي عايزين يشتروا العربية يسيبوا له الفرصة، لأنه هدفه الوحيد إن العربية تتحط في المتحف ويتفرج عليها كل المصريين. اللفتة دي لقت إعجاب كبير جدا من الناس، وكلنا دلوقتي مستنيين نشوف هل فعلا عربية الشيخ الشعراوي هتدخل المتحف المصري